أعزائي المشاهدين، مكملين معاكم بعد هذا الفاصل. رياضة هي الأشهر في العالم، كرة القدم. نواة هذه الرياضة هي البراعم. أما أنا بهتم بالمراعم وبالنشء وبالناشئين، بينعكس على اللاعب أما يكبر، ينعكس بعد كده على النوادي، وينعكس بعد كده على المنتخبات. النهاردة هنتكلم عن كيفية الاهتمام بالبراعم، وإزاي إن أنا هذه الرياضة بتغرس في النشء القيم والاخلاقيات، الرياضه اللي احنا كلنا بنامل انها تكون في ابنائنا. مشرفنا في هذا اللقاء كابتن رضا المصري، رئيس قطاع البراعم بنادي طميه وعضو نقابه المهن الرياضيه. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا استاذ احمد، اهلا بضيوفك الكرام، كل عام وانتم بخير. الشهر الكريم ربنا يا رب يعود علينا دايما بالخير واليمن والبركات. طيب، لو هنتكلم عن فئه البراعم، ايه المقصود بفئه البراعم؟ فئة البراعم هي فترة الحضانة بتاعت كرة القدم، فترة تعليم الأساسيات للعبة كرة القدم، فترة تطوير الذات، فترة تكوين الشخصية. يعني أنا لخصتها في كلمة حضانة لأن اللاعب بيجي فيها بيبي في سن 6 سنوات، لا يفقه شيء عن اللعبة، فبيتعلم فيها تطوير الذات، الأساسيات اللي تخص اللعبة، عناصر اللياقة البدنية تخص اللعبة. ده المقصود بالبراعم. هي بتكون من سن 6 سنوات حتى 12 سنة، ثم بعد ذلك بيتنقل لمرحلة الناشئين. الناشئين بعد كده. الناشئين. طيب، إيه أهمية مرحلة البراعم دي؟ احنا دايما بنشوف في مدارس الكورة، وهنتكلم طبعا عن موضوع المدارس الكورة، ولاد كتير بيلعبوا امتى انا دلوقتي بينعكس فكرة ان انا الولد الصغير ده ازاي الرياضة دي بتنعكس عليه؟ هي الرياضة أصبحت شيء أساسي، وتحديدا كرة القدم حتى على الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي. فترة البراعم على قد ما هي ممكن تكون أسهل بكتير من فترة الناشئين أو الشباب، ولكن فيها خطورة كبيرة وخطرة جدا، لأن أنا زي ما قلت لحضرتك بشبهها بفترة الحضانة. فأنت بتزرع نواة وحسب ما بتحصد، حسب ما أسستها. الخطورة فيها فهي في عدم التأسيس الصح، في عدم المهنية في التعامل مع البرعم، لأن البرعم ده جنين اللعبة دي، فحسب ما أنت بتأسسه أو بتأهله بتحصد منه في الآخر. طيب، انا دلوقتي بالنسبة لي المرحلة المهمة جدا وهي مرحلة البراعم، ازاي ان انا بعمل عملية التأهيل البدني والنفسي لهذا الطفل؟ لأن هو طفل في النهاية، هو طفل. هو كبرعم ما ينفعش أبدأ معاه نهائي تأهيل بدني. كبرعم احنا ممكن نقسمها، مثلا مرحله البراعم قلنا من 6 سنوات ل 12 سنه، ممكن نقسمها ل3 مراحل. اول مرحله وليكن مثلا من 6 ل 9، من 6 ل 9 هو محتاج مني حب اللعبه رقم 1، الاحساس بالكره، الاستمتاع، تعلم بعض اساسيات اللعبه. ده من 6 ل 9. ما اقدرش نهائي اديله اي عنصر فيه عنصر قوه، عنصر تحمل سرعه او لان هو لسه في مرحله تكوين، لسه مفيش كتله عضليه. ممكن المرحله الثانيه نقول مثلا وليكن من 9 ل 12 سنه، هنا ممكن اديله بعض الحمل البدني، بس برضو مش زي الناشئ، لان هو من 6 ل 12 سنه خلينا متفقين ان هو يتعلم الاساسيات بتاعه اللعبه فقط، حب اللعبه فقط، تكوين الشخصيه، ثم بعد ذلك ممكن نكتشف الموهبه، لان انت ممكن تكتشف الموهبه مؤخرا بعد ما البرعم او بعد ما الطفل يتعلم منك الاساسيات بتاعه اللعبه، يبدا هو يضيف من عنده بعض الشيء، فهنا انت كده هنا اكتشفت الموهبه مؤخرا، عكس لاعب تاني ممكن من اول 10 دقائق في المران تبص بس على لمسته الكره، هنا تكتشف ان ده لاعب موهوب او ان ده مشروع ممكن تستثمره فيما بعد. في موهبه بتيجي بعد كده، ودي من النوعيات اللي انا بحبها، لان هو بيديك بعد فهم، بيديك بعد تعلم. يعني مثلا انت بتعلمه الاستلام بباطن القدم ازاي، بوجه القدم الخارجي ازاي، امتى صوب، امتى اتحرك بدون كره. لما هو يضيف من عنده في الوقت ده فبيضيفه بعلم ودرايه، فبالتالي بيكون افضل بكتير قوي من اللي من اول يوم انت شفت ان هو موهوب ولكن مدى التطور عنده ضعيف، او العقليه هنا هاويه، بلعب عشان استمتع فقط، فمش ملم بما. لان كره القدم النهارده انا دايما بشبهها للعيبه زيها زي اي مجال. مثلا انا عشان اكون دكتور لازم احصل على كليه طب،
كره القدم الحديثه النهارده عشان ابقى لاعب كره قدم في حاجات مهمه جدا لازم اتعلمها على الورق قبل ما انفذها على الورق، من ضمنها المهارات الاساسيه للعبه كره القدم اللي هي تخص مرحله البراعم فقط لا غير. طيب دايما واحنا في شهر رمضان الناس بتبقى ايه المجهود الرياضي، الناس بتحاول تقلل، طب نأجل، حتى في الجيم يقول لك نعمل فريز للجيم والتمرين. دلوقتي في مرحلة البراعم واحنا دلوقتي طبعا في بعض الاولاد بيبقوا صايمين، يعني في بعض السن مؤكد الكبير كله بيكون صايم. بيبقى طيب انا دلوقتي بتعامل ازاي واحنا في شهر رمضان، بتعامل ازاي بالنسبة للتمرين والمران نفسه؟ هو هي مدارس مختلفة، يعني في مدارس تعليمية تقول لك لا انا اشتغل في رمضان زي الايام العادية عادي مفيش مشكلة، ولكن انا ما افضلش ده. ان شهر رمضان اولا شهر احنا بنشتاق له جدا وبيجي لنا مرة واحدة في السنة، فهو بيتغلب علينا في خلال شهر رمضان هو الاستمتاع اكتر من المهنيه او المنافسات. يعني يفضل ان ما يكونش فيه منافسات نهائي خلال شهر رمضان، لان المجهود البدني طبيعي هيكون اقل، العمليه التدريبيه لازم تكون مختلفه، فترات الراحه لازم تكون اكتر. ما ينفعش بعد الفطار مباشره اتمرن، على الاقل محتاج ساعتين بعد الفطار، ويفضل بعد صلاه العشاء بفتره كمان، عشان يعني الجسم طول اليوم ما فيش اي عناصر او اي مصادر طاقه في الجسم، وكمان في خطوره ان انا امارس بعد الفطار مباشره. فيعني كل اللي بيختلف في شهر رمضان هي فترات التدريب، فترات الراحه، التقليل من المنافسات، تقليل من الحمل البدني. الاجواء بتكون حماسيه وبينعكس عليها الاستمتاع اكتر من المنافسات. طيب لو احنا بنتكلم دلوقتي انا ككابتن هل انا بهتم فقط بالمران، ولا بيبقى لازم في نصايح بوجهها للبرعم اللي عندي فيما يتعلق بالتغذيه مثلا؟ المران اخر حاجه المدرب المهني ممكن يشتغل فيها مع الولد. اخر حاجه خالص. رقم واحد هو المدرب ممثل للاب او لولي الامر في الملعب، ممثل للسيكولوجي، ممثل للطبيب، ممثل لكل شيء. دي وجهه نظري انا الشخصيه او مدرستي اللي انا اتعلمتها، ان اخر حاجه ممكن يضيفها المدرب للولد هي العمليه التدريبيه. رقم واحد تكوين الشخصيه، اخلاقه، تعامله مع الاخرين، اسلوبه، البيئه المناخيه بتاعته، التوعيه طول الوقت، لان الولد يا استاذ احمد يعني برضو مهما كان هو طفل ممكن ياخد المعلومه من الاب وبعد شويه يتراجع عنها، ياخدها من المعلم وبعد شويه يتراجع عنها، فبيبقى محتاج طول الوقت لتوعيه، محتاج ثقه بالنفس. ممكن جمله بسيطه قوي من المدرب تفرق في مشوار اللاعب للابد بشكل ايجابي، وممكن تفرق بشكل سلبي. يمكن في حوارات كتيره سابقه كنت بنصح بعدم التعامل مع غير المهنيين، عشان انا عارف مدى خطوره التعليق السلبي من المدرب للطفل تحديدا في مرحله البراعم. ممكن تخليه طول حياته يفشل، اذا كان في دراسه، اذا كان في عمل، اذا كان حتى في حياته الزوجيه. كومنت واحد صغير ممكن ياثر على الولد للابد. لذلك هو مش مدرب فقط، هو مش مدرب فقط، مرحله خطيره بالظبط. وهو كمان بيكون شايف المدرب قدوه، بيكون شايف المدرب حاجه كبيره قوي، فانت لو اخطات قدامه هيقلدك. لو قلت له لا انا عايزك تسهر مش عارف، لا هيفتكر ان ده صح. لو قلت له لا انا ممكن اخد مواد حافظه كتير، شيبسي بيبسي، الامور اللي هي ممكن يعني طبعا بالنسبه لنا في التدريب محظوره على الولد، لان هي حاجات كلها تغذيه الرياضي تختلف عن تغذيه الانسان العادي، فالحاجات دي كلها من المحظورات. فالمدرب لو قال للولد كده هيبقى ده مبدأ عنده طول حياته ان ده صح، فيما بعد صعب جدا تغير فيه حتى لو كنت ولي الامر. لذلك العمليه التدريبيه اخر شيء ممكن يقدمه المدرب للولد. كابتن رضا بيتكلم في نقطه مهمه جدا، فكره المدرب القدوه، ولازم ان انا يكون عندي مش مجرد مدرب يعني بيوجهه في اللعبه، ولكن في الحياه بصفه عامه. يعني ما ينفعش ان مثلا البرعم ده يشوف الكابتن بيشتم، ما ينفعش هو واقف مثلا قدامه بيدخن، الكلام ده كله لازم يبقى فيه يعني وقفه في القصص دي. ما ينفعش حتى لو المدرب كان مبتلى بشيء، ما ينفعش نهائي يكون قدام الولد بيصدر منه اي لفظ، بيصدر منه اي اسلوب غير اخلاقي، اي شيء، لان ايا كان هو طفل مش فاهم، الولد بيكون في نظره هو القدوه، هو الحاجه الكبيره قوي، هو المعلم، هو الاب، هو بي يعني المدرب بيقوم بدور كبير جدا
على الولد في مرحله البراعم. لذلك بنصح بانتقاء مدرب ابنك. صح صح، دي اهميه بقى ان انا يعني انا بدي ابني لحد ده امانه، لازم بالظبط. يبقى بالظبط على قدر هذه الامانه. هي امانه ولا يشهد عليها الا الله، لان هي برضو العمليه معقده شويه. ممكن يكون استاذ احمد على درجه كبيره جدا من العلم، ولكن في علم التدريب لا، هو ما عندوش فكر، فمش فاهم او مش عارف اللي بيتم ده صح ولا غلط. لذلك هنا الامانه بتكون منه لربنا. انا بسلمك ابني بقى، انت المفروض بقى بالظبط. يعني انا رميت عليك الحمل ده بقى خلاص، انا ليه جايبه لحد خبير عشان الجزئيه دي. بالظبط. طيب بما اننا بقى في شهر رمضان، احنا كابتن رضا كان بيقول ان احنا عايزين نبعد عن الايه المنافسات. طيب الدورات الرمضانيه بقى بتاعت زمان دي دورات فيها إيه؟ مستمره حتى كمان مع البيرنتس، ولكن انا قلت لحضرتك بيتغلب عليها الاستمتاع اكتر من المنافسه. يعني احنا بنبقى جايين نستمتع نستفيد نحافظ، لان برضو عمليه التدريب عامله زي عمليه البناء. لو انا كان قراري ان انا ارتاح ال 30 يوم عشان احافظ على الوقت او على عدد ساعات الصيام، هاجي بعد 30 يوم هضطر ابدا تاني من مرحله متاخره جدا. فانا عايز احافظ على معدل اللياقه البدنيه بتاعتي، ولكن باخدها في شكل حماسي ممتع، من غير اي شد، من غير اي حمل بدني عالي، في شكل بطوله برضو رمضانيه، ولكن بيكون الهدف منها الاستمتاع فقط لا غير. الولاد ينبسطوا نفسهم، لان هي لعبه بالزبط. وفي الاخر هو طفل في النهايه. احنا بنتكلم من لغايه 12 سنه هو طفل كمان برضه. شهر رمضان يعني احنا يعني اللمه بتكون فيه حلوه. احنا حتى لو مش في لعبه كره القدم او في بطولات او دورات، لازم بتجمعنا انشطه. برضو دي حاجات من ضمن ادوار المدرب على الولد، اللي هي طقوس الاجواء الرمضانيه بتاعتنا كمصريين. ممكن نجتمع نتكلم عن حاجه تخص شهر رمضان قديما، عن شهر رمضان اهميته عندنا ايه. بنتكلم في امور تعليميه تانية كتير بعيدا عن التدريب خالص، برضو في شكل تجمعات ومنافسات بتكون بسيطه كده. الهدف منها ان احنا بنعرف الولد اساسيات ديننا، البيئه بتاعتنا، مجتمعنا. قديما كانت الامور عامله ازاي، دلوقتي عامله ازاي، برضو بس بيستفيد مني تعليميا دينيا اخلاقيا بعيدا عن التدريب خالص. بالظبط. طيب لو انا دلوقتي بتكلم على فتره مثلا الامتحانات، وجالي ولي الامر معلش انا ابني هيقعد الفتره دي وكده وبتاع، انا بسمح بوقت قد ايه ان الولد يفصل مثلا؟ هو انا لا انصح تماما بالفصل. مم. هو للاسف انا شرحت لحضرتك هي عامله زي عمليه بناء، انا بحط حاجه فوق حاجه فوق حاجه، فلما الولد بينقطع للاسف بيأثر جدا على مستواه البدني والفني والذهني. لانه لما بيرجع بعد مثلا لو خسر وحده تدريبيه واحده، بيحتاج وقت يدخل جوه الاجواء تاني. نفسيا انا بحس ان هو بيتهزم لما بيلاقي نفسه بدنيا اقل من زمايله، بيكون جواه شعور بالهزيمه. فانا لا انصح تماما، ولكن ممكن نخلي المذاكره والتحضير للامتحان اولا، ثم بعد ذلك اخد حتى لو جزء صغير من التمرين، ولكن لا انقطع خالص عن التمرين. بالظبط بالظبط. كلام مع كابتن رضا والله ما بيخلصش، بس هو قدم لنا فعلا حاجات مهمه جدا فيما يتعلق بالتعامل مع البراعم. كابتن رضا المصري رئيس قطاع البراعم بنادي طميه وعضو نقابه المهن الرياضيه، الف شكر يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا يا استاذ احمد.